اهلا بك يا صديقي العزيز في ملخصات بومبا. جايب لك النهارده فيلم خفيف ولذيذ بيحكي عن إليو الطفل اليتيم اللي بيكون عايش مع عمته الجدية العسكرية المسترجلة. بس عمنا إليو افكاره واحلامه كانت كتير، واهم حلم عنده انه يروح الفضاء علشان يستكشف العالم الخارجي، لكن الحلم ده هيتحول لكابوس بعد اللي هيشوفه. وعشان تعرف الحكاية بالتفصيل انزل اخبط اللايك بتاعك الجميل وتعالى نشوف الكلام على ايه. بتبدأ الحكاية مع ولد صغير اسمه إليو، طفل كده وشه كله براءة بس في عينيه حيرة كبيرة كأنه لسه تايه في زحمة الدنيا. الولد ده دخل متحف الطيران والفضاء، كان ماشي جنب عمته أوميجا دي ست عسكرية كده ماسكة نفسها وشها دايما في جد. بس من يوم ما أم إليو وبابا توفوا وهي بقت المسؤولة عنه، ربته وعملت كل حاجة علشانه، وكأنها بتقوله لا يمكن أسيبك في الدنيا دي لوحدك. بس الغريبة إنها عمرها ما عرفت توصله، تحس كده في حيطة مبنية بينه وبينها كأنهم عايشين في كوكبين مختلفين. إليو هو ماشي في المتحف عينيه وقعت على معرض فيوجر، واللي بيكون فيه المركبة اللي سافرت من سنين طويلة في الفضاء، وبعتوا معاها صور وأغاني ورسائل من الأرض لكواكب تانية، وكأنهم بيقولوا إحنا هنا من عايز يتعرف علينا. ومن هنا اتفتحت عند إليو بوابة الهوس بالفضاء، وبقى كل حلمه إنه يقابل كائنات فضائية، وبيقعد يتخيل لدرجة إنه بقى بينزل الشط لوحده بالليل ويبص للسما وبيقول يمكن يسمعوني أو يحس بوجودي. وكان قاعد على الرمل ماسك جهاز الراديو بتاعه وبيبعت إشارات للفضاء، بس بدل ما الفضائيين يردوا عليه اللي ظهروا له كانوا شابين من سنه تقريبا، واحد اسمه برايس والتاني كلب، ودول كانوا سامعين عن هوس إليو بالفضائيين وقرروا يسخروا منه. لكن الموضوع سخن ما بينهم وفي خناقة قامت، وإليو هو بيدافع عن نفسه اتخبط في عينه بجهاز الراديو بتاعه، والخبطة كانت جامدة شوية لكنه فضل يبص لهم جامد وكأنه بيقول لهم أنا مش هسيب حقي. وفي الآخر أوميجا جريت عليه وخدته على المستشفى، ومن ساعتها الأمور بدأت تاخد منحدر تاني وكأن الدنيا قررت تقلب وشها في وشه. وفي يوم تاني أوميجا قالت لإليو تعالى معايا الشغل بدل ما تقعد فاضي، وفعلا أخدته معاها للقاعدة العسكرية اللي شغالة فيها. وهناك كان في مقابلة مع عالم اسمه جونتر، الراجل شكله غريب وعنده دماغ شغالة للنهار كأنه مخترع مجنون من زمن فات. الراجل ده بيقول إن في رسالة جت من كوكب تاني لما أجهزة الكمبيوتر اتوصلت مع كبسولة فيوجر، وإليو كان زي اللي رجليه جريت لوحده للمكان. دخل الأوضة اللي فيها الكمبيوتر من غير ما حد يشوفه، وقعد لوحده وكتب رسالة كلها براءة. كتب فيها يا ريت انضم ليكم في الفضاء الخارجي، وبعد كده عرفهم انه بيحبهم وبعت الرسالة ومشي. بس الغريب ان الرسالة وصلت فعلا، ولما وصلت عملت كارثة، الكهرباء قطعت عن القاعدة كلها والدنيا ولعت، وأوميجا طبعا كانت هتتجنن كأنها بتقول يا لهوي انا هروح في داهية بسبب الواد ده. ووقتها جابت إليو وهزقته جامد وقالت له بصراحة كفاية كده، أنا هبعتك معسكر صيفي اسمه أكاديمية كارفر، وهناك يمكن تتعلم شوية انضباط. بس إليو مسكتش وقال لها كلمتين وقعوا قلبها، لأنه قال لها أنا حاسس إنك مش عاوزاني وإني عبء عليكي وإني ماليش مكان هنا أصلا. الكلمة دي كانت زي السكينة أخدت في قلبها جامد، بس خلاص القرار اتاخد، وفعلا ودته المعسكر وكأنها بتودعه للقدر. وصل إليو للمخيم وهناك قابل نفس الاتنين اللي كانوا متخانقين معاه، برايس وكلب، وده ضايق إليو أكتر. وفي يوم من الأيام وهو في خيمته كالعادة كان بيبعت أشارات باللاسلكي للفضائيين وبيحاول يتواصل معاهم، وفي نفس الوقت كانوا الأولاد بيجهزوا له مقلب جديد وكأنهم بيقولوا له المرة دي مش هنسيبك. وفي الناحية التانية في القاعدة الكمبيوترات بتهنج وكل حاجة بتضرب، وفجأة رسالة بتظهر على كل الشاشات احضروا قائدكم من فضلكم. الرسالة كانت موجهة للأرض بس من مين الله أعلم. وفي اللحظة دي إليو سمع صوت مشي طالع من المجاري، بس برايس وكلب كانوا مستنيينه، وقبل ما كلب يمددوا عليه الدنيا كلها وقفت. الوقت وقف حرفيا، بوابة ظهرت في السماء، نور بيلمع ودوائر بتتشكل وكل حاجة حواليك جمدت إلا هو. البوابة دي كانت بوابة للفضاء وإليو بيتشفط فيها، بس الغريبة إنه كان بيضحك وفرحان وكأنه حلم عمره اتحقق أخيرا ومش مصدق نفسه. وفجأة لقي نفسه ماشي في نفق نور والدنيا حواليه بتتلون وكأنها حلم متغلف في سحابة فضة، وعيونه ما كانتش مصدقة اللي بيشوفه.
وبعد ما البوابة قفلت وراه لقي نفسه في عالم تاني اسمه كام يونيفيرس، وهناك قابل كائن غريب شفاف كده، مش بني آدم ولا روبوت، ده كمبيوتر عملاق، بس مش أي كمبيوتر، بيتحط على جسمه علشان ينظم الجاذبية ويخليه متكيف مع الجو الفضائي والدرجات المختلفة في الكون. وبعدها دخل إليو على قاعة كبيرة كده كلها ألوان وناس، يعني كائنات من كل شكل ولون. الأولى اسمها كوستا، شكلها شيك وقوية ولبسها فيه لمعة كأنها جاية من كوكب فخم، يعني من الآخر كده حاجة كده على الفرازة. والتاني هاليكس، راجل كده شبه الأنبوبة بس بيفكر كتير ومخه شغال. أما التالت فبيكون اسمه جيرجو، بس دمه خفيف وطريقته غريبة. التلاتة استقبلوه بكل ترحيب، بس كانوا فاهمين حاجة غلط لأنهم كانوا فاكرينه القائد الحقيقي للأرض. بس قبل ما إليو يتكلم أو يفهمهم حاجة، في واحد مرعب دخل القاعة اسمه اللورد غون، كان ضخم وطاغية من جسم اسمه الهيروين، شكله يخوف وكلامه كله تهديد وكأنه طالع من فيلم رعب. دراجون كان جاي علشان ينضم للعالم، بس كل السفراء كانوا مش طايقينه وعارفين تاريخه الاسود وبيبعدوا عنه. بس جيرجو هددهم وقال لو مقبلتوش هرجع لكم بحرب ملهاش نهاية، وكأنه بيقول لهم يا اما تقبلوني بالذوق يا اما بالعافية. الكل اتوتر وكل كوكب بدأ يقفل بابه، وقرروا يرجعوا إليو للأرض. بس إليو قال لا يا عم أنا مش هرجع، وقال لنفسه وانا هرجع الأرض عشان أقعد وحيد واتضرب؟ لا يا عم، ده يروح ما بعدك روح. وقرر يتفاوض مع جيرجي بنفسه، يمكن كده يتقبلوا رسميا للأرض. وراح وقف قدامهم بكل فخر ووراهم رقعة عينه وقال لهم دي المعركة على الأرض، أنا أستحق أكون سفيركم. بس الغريب إنهم اقتنعوا وبعتوا معاه بوب باترسون علشان يستعدوا إنهم يعملوا نسخة تانية من نفسه زي استنساخ كده، وسموه إليو الآخر، وودوه للأرض علشان يعيش مكان إليو الأصلي علشان ما يلاحظوش فرق. وكمان ادوله دليل المستخدم الكوني، كان بيتكلم زي روبوت كده اسمه بوب، وده وظيفته يساعد إليو في التفاوض مع جيرج، وبيقول له يقول ايه وما يقولش ايه. وبالفعل اتبعت على السفينة الأم، وهناك إليو كان بيتصرف بذكاء وبيحاول يتقرب من جيرج ويكسبه في صفه، لكن وهو بيتكلم غلط غلطة كبيرة، جاب سيرة ابنه وقال له كده زي اللي بهزار ان تربيته مش قوية. بس جريج اتجنن وأمر بحبسه فورا في الزنزانة. الدنيا كانت ضلمة وباردة، وإليو حس انه اتهور، بس هناك قابل مفاجأة لأنه شاف جوردن ابن جريج نفسه، كائن ضخم بس شكله لطيف زي دب مية. جريج كان بيحب اللعب وعقله نضيف مش زي أبوه خالص. الولد جريج ده ساعد إليو يهرب من الزنزانة وقال له أنا مش عايز أبقى زي بابا، عايز أعيش بطريقتي. إليو قال له تعالى نستخدم الكارت ده ضد أبوك بس من غير ما تأذيه. وفعلا وهم بيهربوا اضطر إليو يدخل جوه فم جوردن علشان يستخبى من الحمم البركانية. وفي الطريق لقيوا درع الهيلوكي، الدرع اللي كل واحد من سلالتهم بيلبسه لما بيكبر. وفعلا بعدها رجعوا تاني على كام يونيفيرس، وكل السفراء قاعدين مستنيين يشوفوا ايه اللي هيحصل مع جريج. إليو وقف قدامه وقال له ابنك هنا ولو عايزه انسحب. وقتها جريج اتوتر وشاف ابنه بيضحك وافتكر ايامه الصغيرة وقال له هرجع، بس هرجع مع ابني. لكن جولدن دمع وقال لي إليو انا مش عايز ارجع معاه، انا مش آلة حرب زيه. وساعتها إليو فكر بسرعة وعمل حركة عبقرية واستنسخ واحد زي ابنه وحطه في السفينة. لكن لما جيرجي بدأ يتحمس للحرب حس ان في حاجة غلط، ده مش ابنه، فمسك النسخة ودوبها واتجنن لما اكتشف الكذب، وأمر جنوده يقبضوا على السفراء وعلى ابنه الحقيقي. لكن جولدن الحقيقي اتسحب بالغلط في سفينة ونزل بها على الأرض. السفراء كلهم اتقلبوا على إليو وقالوا له انت السبب، وكوست بعته من خلال بوابة رجوع للأرض. إليو وقع على الشط تعبان، وليه هناك أوميجا ومعاها إليو الآخر. ولكن الغريب إن أوميجا بدأت تنادى على إليو وبتقول له أنا عاوزاك أنت مش النسخة، فراح لها ووراها وشه فحضنته، وأول مرة ساعتها يحس إنه مش لوحده. وفجأة القاعدة العسكرية اتقلبت وظهر السفينة جوردن اللي وقعت على الأرض، وإليو الآخر دوب نفسه علشان يدوهم فرصة يدخلوا. وجريج كان بيضاعف جسمه عشان
مش متكيف مع مناخ الأرض. أما إليو فشغلوا السفينة وانطلقوا للفضاء، بس الطريق ما كانش مفروش بالنجوم، لا كان في حمم بركانية قدامهم، وكان في جدار من بواقي نيزك وأقمار صناعية، ولازم يعدوا من كل ده علشان يوصلوا لكام يونيفرس بسرعة خارقة. بس السفينة ما كانتش مستعدة للسرعة دي، وأي غلطة كانت هتخلي إليو يضيع في الفضاء. وفي اللحظة دي إليو افتكر برايس، الطفل اللي خبطه قبل كده واللي كان بيتريق عليه، ففتح جهاز الاتصال وتواصل معاه. وأول ما سمع صوته حس بالذنب وقال له أنا آسف على اللي عملته فيك. إليو رد عليه بتواضع، وأنا كمان آسف، أنا كنت بدور بس على حد يفهمني. والاتنين وقتها اتصالحوا مع بعض، وإليو طلب منه طلب وقال له كلم لنا العالم الآخر وساعدنا نوصل الطريق من غير ما نتحطم. برايس فعلا كلم واحد من الكوكب، والراجل بدأ يوجه السفينة من بعيد زي برج مراقبة يدلهم على المسار بين الصخور. بس الطريق كان صعب، السفينة اتخبطت كذا مرة والدروع اتشتتت وكانوا قربوا يضيعوا، لكن بتوجيه من ماك عدوا من الحمم ووصلوا لمنطقة الأمان ودخلوا بسرعة خارقة ورايحين على كام يونيفرس بأقصى سرعة. ولما وصلوا هناك لقوا السفراء محبوسين والقاعات متدمرة، وجوردن واقف قدام إليو وبيزعق وبيهد الدنيا كلها. بس لما جيرجو بص لابنه وشاف وشه بيتنهد وبيموت، ساعتها حاجة اتكسرت في قلب الوحش اللي كان لابس درع المرعب. شال الدرع من على جسمه وظهر على حقيقته كائن شبه الدودة، كان هش وضعيف ومش مرعب خالص. ولف ابنه في الشال بتاعه وقعد يضمه كأنه بيعتذر من غير ما ينطق. جوردن فتح عينه بالعافية وبصله وقال له أنا مش عايز أبقى زيك، أنا عايز أعيش بطريقتي. وقتها رد عليه وهو بيعيط أنا كنت عارف وكنت بحاول أغيرك، بس أنا بحبك على أي حال. وفي اللحظة دي كل حاجة وقفت، وحرر السفراء وقال لهم انسوني وأنا مش هعمل حرب، مش هرجع زي زمان. أما إليو فقالوا له من النهاردة أنت السفير الرسمي للأرض. بس إليو بص الأوميجا اللي نازلة وقال مش هقدر أسيبك، لسه مش وقته ودي مش النهاية. وقرر إنه يرجع معاها وعرف إن الفضاء هيستناه. لكن أول ما إليو عرف إن جوردن جري على إليو وحضنه جامد وقال له أنا بحبك يا إليو، إليو رد عليه وأنا كمان، وأنت مش لوحدك. وكأن العالم كله بيشهد على لحظة حب وتسامح وهم راجعين للأرض، والكون كله واقف بيبص لهم وكأنهم بيقولوا برافو عليكوا يا أبطال. السفينة نزلت على الشط والمخيم كله والقاعدة العسكرية من باكو وبرايس كلهم ما كانوش متوقعين إن الفضائيين يخطفوه. ومن وقتها بقى إليو حد ليه قيمة، وفهم إن العيلة مش دايما دم، ممكن يكون حضن وفهم وسند. وبعدها بنشوف إليو وبرايس قاعدين على الشط وماسكين الراديو اللي نزلوا بيه من الفضاء، وبيكونوا لسه محافظين على الصداقة اللي اتبنت من العدم. أما أوميجا فبتقرر تكرس حياتها كلها لإليو وبيعيشوا في سعادة للأبد. ولغاية هنا يا صديقي بنكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. سلام.